في واحد الفتره من التاريخ كان اسم واحد العالم كيتعاود اكثر من اسماء النجوم، ماشي في الافلام ولكن في المختبرات، في الجامعات وفي اكبر المجلات العلميه العالميه. كل مره كيدخل المؤتمر الناس كتوقف كتصفق وكانهم شافوا بطل خارق ماشي باحث عادي. الجوائز كتهبط عليه وحده من ورا وحده، افضل بحث، افضل اكتشاف، افضل عقل شاب. الجامعات كتزاحم عليه وكل مؤسسه بغات تقول راه من عندنا. ووسط كل هاد اللمعان الناس ما كانتش كتشوف عالم، كانت كتشوف اسطوره حيه كتخلق قدامها. ولكن سرعه صعوده كانت كطرح واحد التساؤل مهم جدا: واش الاساطير كتخلق هكذا بسرعه بلا ثمن؟ الغريب ما كانش في النجاح، الغريب ان هذا النجاح ما كانش كيبان عليه، لا فشل لا تراجع، لا حتى شي تجربه قالت لا. العلم اللي كيطيح اكبر العقول كان كيتصرف معاه كصديق مطيع. هنا كيبان السؤال الحقيقي: واش العلم تبدل ولا كاين شي واحد كيتلاعب به؟ شي علماء كبار عندهم سنين في البحث العلمي وعارفين الصعوبات اللي كاينه في البحث العلمي بداو كيشوفوا باللي كاينه في الصوره شي حاجه ما كتريحش، ماشي لانهم حاقدين ولكن لانهم عارفين الصعوبات اللي كاينه في البحث العلمي وخاصك تطيح وتنوض باش تقدر تخرج واحد الابحاث علميه وازنه، وسيرتو الا كان عند فيها شي اكتشافات جديده. واحد طلب كان كافي باش يخلق توتر، طلبوا منه وقالوا له عاود لينا تجربه واحده بحضورنا، ولكن هو كان تري انتيليجون، كان ذكي جدا بحيث ما كانش كيرفض الطلب ديالهم بشكل مباشر، ولكن كان كيبقى كل مره كيأجل وكيبدل المواعيد وكيعقد الشروحات ديال الابحاث ديالو. وهنا ولا السؤال ثقيل جدا، بحيث كيطرحوا سؤال: علاش هذا العالم والنجم الكبير كيهرب من ابسط الاسئله؟ الى هنا معظم الناس كانت منبهره وكتشوف قصه النجاح، ولكن واحد الفئه صغيره من العلماء كانوا كيشوفوا شي تفاصيل صغيره ممكن تكون مخبيه وراء هذا النجاح وهذا الانبهار الكبير، شي تفاصيل اللي ممكن تقلب كل شيء داك النجاح وديك الابحاث العلميه، وممكن تكون ان هذا الشيء فيه علامه استفهام كبيره. تفاصيل كتقول باللي ان اللي بين انجاز ممكن يكون ستار، واللي جا من بعد ما كانش غير فضيحه، كان سقوط اسطوره كامله. من بعد داك الطلب البسيط المجتمع العلمي ما بقاش كيف ما كان، ولاو جوج فروق: فريق كيدافع عليه بجنون، هذا عبقري ما يمكنش نشكوا فيه، وفريق ثاني صامت ولكن خطير، بدا كيجمع الادله وحده بوحده. واسوأ حاجه على الاسطوره ماشي الهجوم، الصمت، بلا ضجيج بلا اعلام بلا فضائح. شي باحثين بداو كيراجعوا اعمالهم القديمه بحث ببحث، سنه بسنه، ما كانوش كيقلبوا على الغلطه الكبيره، كانوا كيقلبوا في التفاصيل الصغيره اللي ممكن تقلب الروايه الكامله. وهنا لاحظوا باللي كاين واحد التفصيل دقيق وصغير ولكن مهم جدا، لاحظوا باللي في الابحاث ديالو نفس الانماط كتبقى كتعاود. واحد الباحث وهو كيقلب في الابحاث القديمه وقف فجاه، ماشي حيتاش فهم كل شيء ولكن شاف شي حاجه ما خصهاش تكون في البحث ديالو. كان كيتفرج في واحد السلم بياني لواحد التجربه معقده، ونورمالمون هذيك التجربه خصها تعطي بيانات مختلفه، ولكن هو شاف باللي في داك البحث كاين نفس البيانات كتبقى كتعاود، من المفروض كل مره طلع بشكل مختلف. قال ربما هذه صدفه، فتح البحث الاخر والبحث الاخر ولكن نفس الانماط كتبقى تتعاود في جميع التجارب ديالو، وفتح بحث رابع وبحث خامس وبحث سادس ولكن نفس الانماط كتبقى تتعاود تقريبا نفس البيانات. وهنا فهم حاجه واحده، فهم باللي الطبيعه كتغير التفاصيل ولكن البحث او الكمبيوتر ما كيغيرش التفاصيل، كيعاود نفس النمط. وهنا يا صديقي المتابع جا السؤال المهم: واش الطبيعه كتعاود نفسها، يعني كتنسخ نفسها، ولا كاين شي واحد كيعاود ينسخ لنا دوك التجارب او التفاصيل ديال التجربه؟ شكلات لجنه رسميه لتحقيق هذه النتائج بلا صحافه بلا اعلام بلا ضجيج، فقط علماء كبار قليلون عندهم تجربه كبيره وعارفين الثقل ديال اتهام اسطوره علميه. الملفات تحلات والارقام تقارنات والصمت اصبح اثقل من الكلام. كل صفحه جديده من البحث كانت كتزيد تقرب الحقيقه، بيانات ناقصه، تجارب ما يمكنش تعاود، ونتائج سابقه للوقت ديالها. والاخطر نفس الارقام في تجارب من المفروض انها تعطي نتائج او ارقام مختلفه. هنا ما بقى حتى شك، بقى غير سؤال واحد: شحال من عام هو كيدير هذه العمليه هذه؟ النتائج خرجات وما كانش محتاجه شرح طويل، وكثير من الابحاث ديالو تبين انها ابحاث مزوره. وهنا الجوائز سحبات والمنصب ضاع والاسطوره انتهت في لحظه كانت تمثل على جميع الناس. العجيب ما كانش هو انه كذب، العجيب كان هو انه كيفاش قدر يخبي وقدر يكذب كل هذا الوقت، كيفاش دارها ببساطه مرعبه. كان كيعرف الناس علاش كتقلب وكيعطيهم داكشي اللي باغي، كي بزاف ولكن كان في الاتجاه الغلط. القصه هنا ما كتوقفش عند عالم، كتوصل لجميع الناس. العلماء صدقوا، المجلات نشرت، حتى المؤسسات ولات كتسابق عليه باش تنسب المؤسسه ديالهم والجامعه ديالهم، ولكن في النهايه الحقيقه او الاسطوره كتبنى بمهل، ما كتمشيش بالسرعه. السرعه دائما ما كتعطيكش واحد
الاسطوره كبيره او واحد النتائج اللي هي ممكن تغير العالم. هذه القصه بقات كدرس حتى ليومنا هذا، ماشي باش تفضح هذا الشخص ولكن باش تعطي واحد العبره للناس، وبانه الحقيقه لا بد ان الانسان ان يطرح تساؤلات كثيره قبل ان يصدق اي شيء. واي انجاز كيتهرب من السؤال وما كيصمتش امام الاسئله فهو ماشي انجاز حقيقي. اللمعه كتبهر ولكن الضوء الحقيقي كيصبر. اسطوره هذا العام علمتنا حاجه واحده، ما كاينش شعب قاري اكبر من الحقيقه. والى هنا تنتهي قصتنا ايها الاحباب. الى عجبتكم هذه القصه خلوا لنا لايك وديروا اشتراك باش نعطيكم قصص ان شاء الله مشابهه وافضل.